حاجتين لو عملتهم في الدنيا هتخسر الآخرة، ولو عملت عكسهم هتكسب الدنيا وهتكسب الآخرة. وهقول لك على الدواء اللي تعالج بيه الداء. ركز معايا كويس قوي في الفيديو ده عشان هينفعك في حياتك وهتستفيد منه كتير. خليني في الأول أسألك سؤال طبيعي جدا سألته لنفسي قبل كده. ايه هو؟ بقالك قد ايه بتجري عشان تجيب فلوس وعشان تسد التزاماتك وعشان تعيش حياة الى حد ما كويسة؟ صح؟ انا سامعك كتير وبتقول لنفسك انا بقالي كتير قوي بجري، وممكن اكون لسه واقف في نفس النقطة اللي انا فيها، او ربنا كرمني ومعايا فلوس بس برضه مش مرتاح وقلقان ومخنوق. هنا النقطة مش في انك بتجري وبتسعى، انت مأمور بالسعي والنتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الفكرة هنا انك انت دايما خايف من الفقر، فبتنشغل في شغلك وعملك، فبتنسى اهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى. كل لما تشغل نفسك ده حاجة كويسة مش وحشة، بس اهم حاجة ما تنساش ربنا. ما تنساش انك تصلي، ما تنساش انك تدعي ربنا، ما تنساش تعمل اعمال صالحة، ما تنساش تساعد الناس. ما يبقاش خوفك من الفقر هو الاساس عندك في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في ناس كتير جدا بتنسى تطلع صدقة، وتنسى ان هي تصلي جماعة، وتنسى تقرأ الورد اليومي من القرآن. بينسى ليه؟ مشغول دايما ان هو عايز يكفي التزاماته ويبقى معاه فلوس اخر الشهر عشان ما يتقلش عليه او ما يبقاش فقير. ده مش معناه انك تنسى الحاجات المهمة الأساسية أو الأهم في ده كله هو ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا هو اللي هيرزقك، وهو اللي هيطلعك من الفقر، وهو اللي هيغنيك. فالأولى إنك تدعي ربنا وتصلي وتذكر ربنا وتعمل أعمال صالحة وتصوم وتعمل كل حاجة ترضي ربنا عشان يطلعك من الفقر، عشان اللي انت خايف منه ربنا يأمنك. يعني حدي مثال بسيط، شخص عمل معاك معروف وانت ممتن جدا للمعروف ده، ومرت الايام وجا طلب منك طلب، فانت انسان متربي ومحترم ومخلص، فبتقول لنفسك: لا، الشخص ده عمل معايا معروف فلازم ارد له المعروف، ده وقف جنبي في الموقف الفلاني. فبتقول لنفسك: انا هقف معاه زي ما وقف معايا، فتبتدي ترد له المعروف وتقدره وتعمل له اللي هو عايزه. صح؟ ولله المثل الاعلى. مين الاولى؟ ربنا اللي رزقك كل النعم اللي انت فيها دي، وادالك من فضله وفضلك على سائر المخلوقات، وخلاك افضل مخلوق على وجه الكون، وبيرزقك كل يوم ومديك نعم لا تعد ولا تحصى. مش ده الاولى انك ترجع لربنا وتصلي في ميعادك وتقول: لا، انا مش هأجل الصلاة عشان خاطر الاجتماع الفلاني، او عشان خاطر ان انا رايح المشوار الفلاني؟ صدقني المشوار اللي انت رايحه او الاجتماع اللي انت هتحضره ممكن يحصل فيه اي حاجة. لو انت اجلت الصلاة او اجلت ذكرك لله سبحانه وتعالى في الوقت اللي المفروض ان انت تذكر فيه ربنا، فتلاقي المشروع اللي انت بتعمله ما نجحش، وتلاقي الاجتماع اللي انت رايحه ما توفقتش فيه، وتلاقي المكان اللي انت نفسك تشتريه ما اشتريتهوش، عشان حاجة بسيطة قوي انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى لو عملت العكس وذكرت ربنا وصليت في الميعاد اللي ربنا حدده، وصليت جماعة ودعيت ربنا انه يوفقك في المشروع الفلاني او في المشوار الفلاني او في الاجتماع الفلاني، او يوفقك في حياتك. تخيل كده معايا ايه اللي هيحصل. ده وعد رباني من ربنا سبحانه وتعالى، وقالها في القرآن بكذا صيغة. يعني لما تصلي وتدعي ربنا انه يلبي لك طلب معين، فربنا قالها في القرآن، قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانت دعيته في الصلاة ان هو يوفقك في المشوار اللي انت رايحه،
فتلاقي المشوار ده بيتسهل ويبقى كل حاجة تتسخر لك. فما تأجلش الصلاة والذكر والأعمال الصالحة عشان خاطر انت خايف من الفقر. وده رقم واحد، الخوف من الفقر. طيب، الحاجة التانية المهمة اللي عايز انوه عليها وهو الطمع. انك تطمع في الغنى فتتجاوز الحدود والعياذ بالله. يعني ايه الطمع في الغنى؟ الطمع في الغنى انك يبقى معاك فلوس فتبقى عايز فلوس اكتر. يبقى معاك مليون عايز 2، عايز 3، عايز 4. وده طبيعي، احنا بشر، ده طبيعي. بس اللي مش طبيعي ان لما ربنا يديلك كتير قوي ويديلك اكتر من اللي تتمناه انك تنساه، او انك ما تذكرش ربنا، او انك ما تصليش، او انك ما تطلعش صدقات، او ما تطلعش زكاة. هو ده اللي مش طبيعي، وهو ده اللي تقلق منه. لان ده بيبقى نوع من انواع الابتلاء بالنعمة، ان ربنا سبحانه وتعالى يديك فلوس كتير قوي 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 ويشوفك هتعمل ايه. هل هتستخدمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ولا هتعمل بيها حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ وهي دي بقى المعادلة الذهبية اللي انا عايز اركز عليها في الفيديو ده، وعايزك تتعلمها وتفهمها كويس قوي، عشان دي هتريحك في حياتك وهتخليك دايما في طاعة ربنا. المعادلة الذهبية دي مش انا اللي صغتها، ده اللي صاغها العظماء الصحابة. 2 من الصحابة هم اللي صاغوا هذه المعادلة. الامام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، والامام او الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الامام علي شخص الداء، وسيدنا عمر بن الخطاب ادانا علاج للدواء. يعني ايه الكلام ده؟ الامام علي قال جملة لا تقدر بثمن وتكتب بماء الذهب، اللي هي الداء. وركز قوي معايا بقى في الجملة دي عشان دي مهمة قوي. الامام علي قال ايه؟ قال نخاف الفقر فننسى ذكر الله، ونطمع في الغنى فنطغى وتأخذنا الدنيا، وبين هذا وذاك تضيع أعمارنا. أقولها تاني، نخاف الفقر فننسى ذكر الله، ونطمع في الغنى فنطغى وتأخذنا الدنيا، وبين هذا وذاك تضيع أعمارنا. تعال بقى معايا نفسر الجملة الخطيرة دي اللي قالها الإمام علي رضي الله عنه. أول حاجة قال نخاف الفقر فننسى ذكر الله. الخوف من الفقر اللي أنا قلت لك عليه، إنك دايما قاعد باستمرار وقتك كله وتفكيرك كله شغال إزاي ما بقاش فقير. لازم يبقى معايا فلوس، لازم أعيش عيشة محترمة، أو أعيش عيشة أفضل من اللي أنا عايشها. كل ده مشروع تماما وحقك، ما قلناش فيه أي حاجة. لكن وانت بتفكر انك تخطط لحياتك ويبقى عايز يبقى معاك فلوس كتير عشان ما تخشش في دايرة الفقر، لازم تحط في المعادلة دي ربنا سبحانه وتعالى. حط في حياتك ربنا، ما هو اللي هيعينك، هو اللي هيسر لك، ما هو مفيش غيره. هو ربنا سبحانه وتعالى مفيش غيره اللي هيديلك فلوس واللي هيسر لك امورك عشان ما تخشش في الفقر. فالاولى انك تدي الوقت الاكبر لربنا سبحانه وتعالى. مش معنى كده انك تقعد في البيت وتدعي وتقول يا رب اديني، ده اسمه تواكل. انت لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتاخد بالاسباب وتسعى، وربنا سبحانه وتعالى هيكافئك بالنتيجة. وتأكد 1,000,000% ان ربنا هيديك نتيجة، حتى لو اللي انت ماشي فيه وسعيت له وما جالكش. تأكد ان ده رصيد متحوش لك، ربنا هيعوضك بيه في حاجة تانية. لازم يبقى عندك يقين من جواك ان اي حاجة انت بتسعى فيها وما تحققتش، ده مش هيروح على الارض، ربنا سبحانه وتعالى شايلهولك رصيد. فالمغزى هنا ان حضرتك ما تشغلش نفسك بموضوع الفقر وتخاف فتنسى المنعم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسر لك.
فالاهم عندك انك تدعي ربنا طبعا وتصلي، وما تأجلش صلاتك، وتذكر ربنا وتقول الورد بتاعك وتعمل اعمال صالحة، فربنا سبحانه وتعالى ينتشلك من الفقر. دي حاجة أساسية جدا، وده تفسير للمقولة، أول مقولة اللي قالها الإمام علي: نخاف الفقر فننسى ذكر الله. يبقى العلاج إن إحنا لازم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، الفقر مش هيقرب منك. وتدعي وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن الفقر وقهر الرجال. هنا النبي استعاذ من الفقر اهو. فانت لما تقول الذكر ده كل يوم في اذكار الصباح والمساء وتصلي وتدعي ربنا، ربنا هيجنبك الفقر. دي نقطة مهمة قوي. طيب، النقطة التانية اللي قالها الإمام علي في المقولة: ونطمع في الغنى فنطغى وتأخذنا الدنيا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني تبقى انت معاك فلوس كتير قوي، فيبقى عايز يبقى معاك اكتر، فتقول لا انا عايز المليون يبقوا 2، والاتنين يبقوا 4، والاربعة يبقوا 8، والتمانية يبقوا 20، والعشرين يبقوا 1000، وهكذا. فعمرك يضيع، تنسى انك تصلي وتزكي وتعمل اعمال صالحة وتعمل اعمال تقربك لربنا سبحانه وتعالى، فالمال ده ينسيك. وده نوع من انواع الابتلاء، مهم جدا انك تاخد بالك من الحتة دي. اوعى تأجل صلاتك عشان انت عندك صفقة ب5 مليون جنيه، رايح اجتماع مهم، فلازم اروح في الوقت ده، والوقت ده وقت صلاة. لا، صلي الاول وروح، الاجتماع يتأجل. انما اجتماعك مع ربنا هو ده الاهم، هو ده الاهم، هو ده الرصيد الحقيقي الفعلي، مش الرصيد اللي في الدنيا. الرصيد اللي في الدنيا ده كده كده هيروح، انت مش هتاخد حاجة وانت ماشي. انت مش هتاخد معاك في قبرك الفلوس اللي انت جمعتها، ولا العربيات، ولا اي حاجة انت حققتها في حياتك هتاخدها معاك. انت هتاخد معاك عملك ووقتك، عمرك راح فين، وهتتسأل على ده. فدي مهمة جدا. فجملة ونطمع في الغنى فنطغى وتأخذنا الدنيا دي لازم تحطها كده في دماغك. ما ينفعش يبقى معايا فلوس وانسى فتلهي فالدنيا تاخدني. لا، لازم تذكر ربنا وتستخدم الغنى ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان يزيدك اكتر فتشكره. وربنا اللي قال في القرآن: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هو ده المغزى الحقيقي. والإمام علي يكمل الجملة ويقول: وبين هذا وذاك تضيع أعمارنا. يعني إيه بقى هذا وذاك؟ إيه هو بقى هذا وذاك؟ الفقر والطمع، إنك خايف من الفقر وطمعان في الغنى. هم دول الحاجتين اللي انت لو عملتهم في الدنيا هتخسر في الآخرة. طب لو عملت عكسهم هتكسب دنيتك وآخرتك. دي معادلة صعبة جدا جدا، بس اللي يفهمها ويعرف الحل بتاعها اللي هقوله لك في الدواء اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب في دعاء لا يقدر بثمن، بجد لا يقدر بثمن. حل المعادلة دي سيدنا عمر بن الخطاب قالها في دعاء، واقتبس من كلام النبي وحط الكلام ده في دعائه. قال دعاء جميل قوي 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 يحل الحاجتين دول. قال ايه سيدنا عمر؟ قال: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأضغى. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأضغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الله، ايه الدعاء الجميل ده، ايه الدعاء اللي كله روحانيات ده. يعني دعاء جميل. انا فضلت اردده كتير، اقول: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأضغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هو ده الدواء، هو ده الدواء، هو ده العلاج، هو ده العلاج
اللي سيدنا عمر حطه في دعاء تقوله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك انك تبعد عن الخوف من الفقر والطمع في الغنى. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ما يبقاش معاك فلوس كتير قوي 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 فتطغى على الناس والعياذ بالله. ودي مثال بسيط على ده، فرعون. ربنا قال في ايه؟ انه طغى. فرعون نص بنفسه ان هو اله ومعاه فلوس وجاه ومال وكل حاجة تحت ايده، وفي الاخر فخسفنا به وبداره الارض. كان طاغي، كان بيتصف بالكبر والعظمة، ودول صفتين ما ينفعش اي مخلوق على وجه الارض يشارك الصفتين دول، لانهم بتوع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته النار ثم لا أبالي. يعني الكبرياء والعظمة، ففرعون كان بيتصف بالصفتين دول، فربنا خسف بيه وبداره الأرض. فسيدنا عمر هنا بيقول إيه؟ اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأضغى. يعني يا رب أنا مش عايز كسر فلوس أو فلوس كتيرة قوي في الدنيا فأضغى، فانسى ذكرك وانسى صلي وانسى أصوم وانسى أعمل أعمال صالحة، هضغى. فبيدعي ربنا، بيستعين بالله: ولا تقلل لي منها فانسى. يعني يا رب ما تبقاش العمليه ضيقه قوي، ما يبقاش يعني انا بطلب الكفاف. ايه هو الكفاف؟ اللي هو الاعتدال، اللي هو اعيش يعني عيشه محترمه كويسه، ما بقاش تحت الارض قوي. خلي بالك، بص الدعاء دعاء في بجد في الصميم، دعاء يعني يصيب القلب. فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني الحاجة القليلة اللي تكفيني أفضل من الكتير قوي اللي يلهيني عن ذكرك. دعاء شامل، يعني أنا بسميه الدعاء الشامل، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ما يديكش في الدنيا فلوس كتيرة قوي فتنساه وتطغى يعني وحياتك ما تبقاش ضنك، وحياتك تبقى يعني مليانة حزن وهم بسبب قلة الفلوس فتنسى ذكر ربنا. برضو في القليل ده هو يكفيني، يعني انا بطلب من ربنا ان يبقى قليل بس يكفيني، بس في الاخر ايه؟ في المعادلة لازم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، لازم ربنا يبقى معايا في كل حاجة، سواء انا كنت في مرحلة والعياذ بالله الفقر، او في مرحلة ان انا معايا فلوس فلا قدر الله اضغى، فالحق نفسي ابقى ماشي بالتوازي. ادعي ربنا سبحانه وتعالى واخد بالاسباب واصلي واعمل اعمال صالحة واسعى، والنتيجة بتاعت ربنا. وفي نفس الوقت ربنا اداني فلوس كتير ومعايا مال، يعني مش عارف زي ما بيقولوا كده اصرفه في ايه، فبرضه في نفس المعادلة دي احط ربنا، فاستخدم المال ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اساعد محتاج، اتصدق، ازكي، اعمل اي اعمال صالحة تقربني من ربنا. ففي كلتا الحالتين ربنا موجود معايا في المعادلة، وهو ده العلاج اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هي دي الحاجة المهمة اللي انا حابب اركز عليها، وده هدفي من الفيديو، ان حضرتك واذكر نفسي واياكم ان دايما انت في مش عايز اقول في فقر او ضنك، انت في ابتلاء فتذكر ربنا وتحمد ربنا. طب في فرح برضو تحمد ربنا. ليه؟ لان كل لما هتحمد ربنا في السراء والضراء ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيديلك اللي انت بتتمناه واكتر. فاوعى تنسى ابدا ابدا ربنا، وانت محتاج له قوي في الفقر ومحتاج له برضه في الغنى، لان انت كل لما هتبقى معاك فلوس عايز تاخد اكتر وعايز يبقى معاك اكتر، فهتدعي ربنا فهو اللي هيزيدك، لان هو اللي قال لما تحمد ربنا كتير وتدعيه وتتقي الله سبحانه وتعالى هيرزقك من حيث لا تحتسب. فالمعادلة هنا جميلة جدا. فاللي عايز اقوله، سيدنا
علي بن أبي طالب ذكر الداء، وسيدنا عمر بن الخطاب ذكر الدواء. أختم بيهم وأقولهم تاني عشان لازم تحطهم في قلبك قبل ما تحطهم في دماغك. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: نخاف الفقر فننسى ذكر الله، ونطمع في الغنى فنطغى، وتأخذنا الدنيا، وبين هذا وذاك تضيع أعمارنا. الحل في الدواء في قول سيدنا عمر بن الخطاب في دعائه الذي يوزن بماء الذهب. قال العلاج ايه؟ اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأضغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هو ده العلاج. فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. لو عجبك الفيديو اعمل شير عشان غيرك يستفيد وياخد الثواب. أشوفك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.